بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين المبعوث رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه إلى يوم الدين، وبعد. أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة الذين يلقونه سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أولاً وقبل كل شيء أود أن أقدم شكري وتقديري لمسؤولي المؤتمر على الدعوة التي قدموها لي للحضور والمشاركة في هذا المؤتمر الميمون الذي يضم كبار العلماء والمفكرين من سائر بقاع العالم. رغم أنني لست أهلاً لذلك، اسمحوا لي أيها السادة أن أتحدث إليكم وأعبر بعض النقاط التي أعتقد أنها تهم المسلمين وسادتهم ورؤسائهم طبقاً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأخص بالذكر هنا إن شاء الله قضية تركستان الشرقية، أو يقال أيضا شعب أيغور، الذي يعيش فيها شعبنا في داخل بلاد الصين. رسالتي الأولى إلى منظمة التعاون العالمي الإسلامي: لابد أن تكون هناك حملة خاصة، أو نستطيع أن نقول حركة متميزة عالمية تضم جميع دول منظمة التعاون الإسلامي التي عددها أكثر من 57 دولة في التركيز على قضية تركستان الشرقية. كما كانت هناك كما عرفنا حملات في الدفاع عن فلسطين ومقدسياتها والقضايا المتعلقة بها. فقضية فلسطين وقضية أوغور تركستان الشرقية نفس القضية، رغم اختلافها في الاسم، إنما القضية هي قضية الحفاظ على الهوية الإسلامية والنفوذ الإسلامي. فكما كانت هنالك حملات وندوات من الجهات المختلفة في الحديث عن قضايا القدس وفلسطين، فأنا أرى من الواجب الشرعي أن يكون هناك حملات مثلها تحذو حذوها في التركيز على قضية تركستان الشرقية. ورسالتي الثانية: منظمة التعاون الإسلامي العالمي من الضروري أن تجعل قضية تركستان الشرقية من أولويات القضايا، وأن تلعب دورها الفعال بصفة مستمرة تجاه هذه القضية، وأن تضحي كل غال ونفيس في دعم تركستان الشرقية وشعبها للتخلص من جميع المشاكل التي تحيط بهم اقتصادياً وسياسياً وتعليماً وحرية في
في كل المجالات. وثالثا، رجاؤنا من علمائنا في داخل تركستان الشرقية وخارجها أن يقوموا بكل صفاء قلوبهم وانشراح صدورهم بتوحيد صفوفهم والبعد عن الفرقة والتفرقة، كما أشار إليها رئيسنا في اتحاد العلماء المسلمين العالمي. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ورسالتي الرابعة، رجاؤنا من حكومة تركيا وشعبها أن تكون مستعدة لتكون واسطة بين شعب مسلم في تركستان الشرقية وبين حكومة الصين الشعبية في إجراء المحاولات والمفاوضات والمحاورات في سبيل البحث عن حل منشود ملموس لجميع المشاكل التي يواجهها شعبنا تركستان الشرقية. وأخيراً، النقطة الخامسة ورسالة الخامسة، كل القرارات التي قررناها وسوف نقررها في مؤتمرنا هذا لابد أن تسجل في ضمن المشاريع التي سيقوم بتحقيقها وتطبيقها المسؤولون والمعنيون بها، حتى لا تبقى إن شاء الله متروكة ومغفولة. وختاماً، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق خطانا ويسدد خطانا في سبيل إعلاء كلمة الله العليا، وأن يجعلنا من الذين أخلصهم الله لدينهم وأخلصوا لله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.